عارف لما تكون بتحاول ترتب دولابك بس كل مرة تحس ان الدنيا مكركبة اكتر، تقعد تقول لا مش هقدر ارتب دلوقتي بس تفضل متضايق من المنظر. هو ده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا لما بنحاول نضيف حاجات جديدة من غير ما نتخلص من الكراكيب القديمة. خليني اسألك، قبل ما تفكر تضيف حاجات جديدة تحسن بيها حياتك، عمرك فكرت تتخلص من الحاجات اللي بتستنزفك الأول؟ أوقات كتير بنكون عايزين نغير حياتنا ونحقق نجاحات ونعيش بسعادة، لكن بننسى إننا محملين بحاجات تقيلة، حاجات بتشدنا لورا. عشان كده أول فكرة هنتكلم عنها من الكتاب النهاردة هي التخلص من السلبيات قبل إضافة الإيجابيات. تخيل إنك بتحاول تنظف بيتك، هل هتجيب ديكورات جديدة وتحطها فوق التراب؟ ولا الأول هتمسح الغبار وترتب الدنيا؟ نفس الفكرة مع حياتنا، قبل ما تضيف حاجات جديدة تخليك سعيد جرب توقف الحاجات اللي بتسرق سعادتك أصلا. كلنا بنسمع نصايح زي لازم تكون إيجابي، لازم تبقى منتج، لازم تقرأ كتب أكتر، تتمرن أكتر، تبذل مجهود أكتر. بس حد قالك قبل كده إنك ممكن توصل للراحة والسعادة مش لما تضيف، لكن لما تخلص حياتك من الحاجات اللي بتاخد منك أكتر ما بتديك؟ ورقة وقلم وتعالى نجرب نجاوب على الأسئلة دي مع بعض بصدق. هل بتحس إنك مضغوط طول الوقت ومش عارف ترتاح رغم إنك مشغول بحاجات المفروض تكون مفيدة؟ طب هل دايما بتأجل سعادتك لحد ما تحقق هدف معين؟ تقعد تقول لما أخس، لما أكسب فلوس أكتر، لما الناس تفهمني أكتر، لما وبعدها لسه مش مبسوط؟ هل عندك علاقات بتستنزفك؟ بتحس إنك دايما بتدي أكتر ما بتاخد؟ هل بتكرر نفس الأخطاء كل مرة رغم إنك عارف نتيجتها، كأنك واقع في دايرة مفرغة؟ طب هل بتحس إنك لسه في الماضي بتفكر في موقف خلصت ومفيش أي حاجة تقدر تعملها ليها بس لسه مؤثرة عليك؟ هل بتخاف تقول لأ حتى لو الحاجة مش مريحة ليك؟ هل بتوافق على حاجات بس عشان ترضي الناس؟ لو أي حاجة من اللي فاتت لمستك ده معناه إن عندك كراكيب نفسية محتاجة تتشال قبل ما تفكر تضيف حاجات جديدة لحياتك. كلنا عندنا حاجات زي دي، وصدقني التغيير مش محتاج منك تضيف حاجات كتير. ساعات كل المطلوب منك انك تتوقف عن حاجات بتضرك. يعني جرب تقول لأ لما تحس انك مش مرتاح، جرب تسيب الماضي وتركز في اللي جاي، جرب تعيش اللحظة بدل ما تستبق الأحداث بخوف. لو عايز تحس ان حياتك أخف وأريح ابدأ بتنظيفها من الحاجات اللي مش نافعة، وبعدها هتلاقي تلقائيا المساحة موجودة للحاجات الحلوة تدخل حياتك. الفكرة التانية اللي هنتكلم عنها من الكتاب حقيقي ممكن تكون بتحصل يوميا في حياتنا ومحتاجين يكون عندنا الوعي الكافي من ناحيتها. يعني عمرك حسيت ان غضبك بيسيطر عليك بدل ما تسيطر عليه؟ فجأة تلاقي نفسك في حالة من التوتر، دقات قلبك بتزيد، أعصابك مشدودة، وكأن جسمك كله دخل في حالة طوارئ. بس الأغرب بقى ان بعد ما الموقف يعدي بتحس بندم غريب، كأنك كنت في معركة خسرت فيها أكتر ما كسبت. طيب لو قلتلك ان الغضب مش طبع ثابت في شخصيتك وانه مجرد حالة ممكن تتحكم فيها، الحقيقة العقلية اللي بتقول انا كده وغضبي جزء مني دي مجرد وهم. لان الغضب زي اي عادة بيتغير ويتطور حسب طريقة تعاملك معاه، وده اللي هنحكي عنه النهاردة. فكر في يومك كأنه حساب بنكي، كل يوم الصبح بتبدأ برصيد عصبي معين المفروض انك بتصرفه على الحاجات اللي بتستحق طول اليوم، زي شغلك، علاقاتك، اهدافك. لكن اللي بيحصل في اغلب الوقت اننا بنضيع الرصيد ده على حاجات تافهة، خناقة في الطريق، كلمة جارحة من شخص عابر، جدال ملوش لازمة على السوشيال ميديا، وفجأة تلاقي نفسك صفر، مش قادر حتى تبتسم، مش قادر ترد ردود لطيفة، وحتى أقرب الناس ليك بيحس انك شخص عصبي على طول. الحل؟ حافظ على رصيدك العصبي. في ناس لازم تتجاهلها ومواقف لازم تطلع منها بأسرع وقت، لأن مش كل معركة تستحق انك تدخلها، ومش كل جدال لازم تثبت نفسك فيه انك صح. طيب لو لقيت نفسك فعلا غضبان ومش قادر تتحكم، عندي ليك كام كبسولة سريعة ممكن تنقذك. أول واحدة هي كبسولة الصمت والمغادرة. لو لقيت نفسك في وسط خناقة أو موقف مستفز، جرب تسكت فجأة وتخرج من المكان. السكوت قوة مش ضعف، وأحيانا انسحابك ده هو أكبر انتصار. الاسترخاء الجسدي، خد نفس عميق، افرد كتافك، وخد وضعية مريحة، لأن الجسم والعقل بينهم علاقة عجيبة، مستحيل تبقى متوتر وانت جسمك في حالة استرخاء.
وتالت واحدة هي كبسولة الفكاهة والسخرية الذكية. مش كل المواقف لازم تاخدها بجد، أحيانا كلمة ساخرة أو ابتسامة واثقة ممكن تبرد الموقف وتحوله لنكتة بدل خناقة. مش لازم تكسب كل المعارك. الغضب في حد ذاته مش حاجة وحشة، هو مجرد انذار إن في حاجة مضايقاك. لكن السؤال الحقيقي هو هل انت اللي بتتحكم فيه ولا هو اللي بيقودك؟ فكر في كل مرة خسرت فيها حد بتحبه بسبب كلمة قلتها وقت غضبك، أو موقف ندمت عليه بعد ما هديت. هل كان يستاهل؟ غالبا لأ. تعالوا نشوف واحدة من ألذ أفكار الكتاب اللي ممكن تلفت نظرنا لحاجة مهمة أوي، وهي إن كلنا في لحظة ما في حياتنا حسينا إننا الأذكى، وإننا لو مسكنا زمام الأمور هنقدر نحل كل المشاكل بلمح البصر. بس هل إحنا فعلا كده؟ الحقيقة إننا كلنا بنقع في فخ الغرور، وكل واحد فينا بيشوف عقله كأنه المرجع النهائي لكل حاجة. ودي مشكلة كبيرة، لأن الإنسان اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجة هو في الحقيقة أبعد ما يكون عن الفهم. عارف المقولة اللي بتقول إن الله حين وزع الأرزاق لم يرضى إنسان برزقه، ولكن حين وزع العقول رضي كل إنسان بعقله. وده لأننا ببساطة بنستخدم نفس عقولنا للحكم على مستوى ذكاء. يعني مين هيقول على نفسه إنه غبي؟ لكن الحقيقة إن الذكاء مش رأي شخصي، الذكاء تصرفات، أفعال ملموسة بتبين إحنا فعلا أذكياء ولا بس مقتنعين بكده. تعال نحط نفسنا في اختبار حقيقي، وعايزاك بجد تجاوب على الأسئلة دي. هل بتتعلم من أخطائك ولا بتعيد نفس الغلطات كل مرة؟ طب هل لسه بتقع في نفس الفخ المالي، قروض، تقسيط، استثمارات خسرانة، ولا عندك خطة ثابتة بتعرف تمشي عليها وتوظف كل حاجة في مكانها الصح؟ طب هل عندك مشاكل متكررة مع أهلك وصحابك وزمايلك؟ هل حياتك كلها شغل بس في الحقيقة مش بتنجز حاجة؟ طب هل عندك مشاكل معلقة بقالها سنين مش قادر تلاقي لها حل؟ هل حتى بتاخد بالك من التفاصيل الصغيرة؟ كل دي مش مجرد مواقف عادية ولا أسئلة عشوائية، دي إشارات بتقولك إنك محتاج تراجع نفسك. لأن الذكاء مش مجرد شعورك إنك الأذكى، الذكاء قرارات، خطوات واضحة، وسعي مستمر، والأهم خطة توصلك لهدفك اللي انت عارف هو ليه من الأساس. وبصراحة هتفضل عايش في وهم إنك ذكي لو كنت بتكره القراءة، أو مش بتتحدى أفكارك القديمة، أو حتى مش بتسأل نفسك أسئلة جديدة كل يوم. لأن الذكاء إنك تطلع برا الكومفورت زون بتاعتك، مش إنك تفضل جوا الفقاعة اللي جوا دماغك. وكمان إنك تكون مستعد تواجه الحقائق كلها حتى لو كانت ضدك. فبدل ما تفضل تقنع الناس بذكائك بالكلام، خليك هادي، لاحظ، اتعلم، جرب، وخلي إنجازاتك هي اللي تتكلم عنك. كل واحد فينا مقتنع إن عنده عقل راجح ورأيه هو الصح، بس السؤال الحقيقي هل عندك الشجاعة إنك تختبر ده بجد؟ هل مستعد تسمع وجهات نظر مختلفة حتى لو بتخالف اللي مؤمن بيه طول حياتك؟ خلي ده في اعتبارك. عندك فكرة إن عيونك فيها بقعة عامية؟ بجد في شبكية عينك نقطة وما بتشوفش بيها أي حاجة، لأنها المكان اللي بيخرج منه العصب البصري. بس بصراحة دي مش من المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية إن في دماغك كمان بقعة عامية، بس مش بتأثر على نظرك، بتأثر على تفكيرك وقراراتك كل يوم. خليني أسألك، عمرك وقفت نفسك وانت بتاخد قرار بسرعة من غير ما تفكر فيه كويس؟ لو لقيت نفسك مصمم على رأي معين مش عشان هو الصح بس عشان مقتنع بيه وخلاص، أو يمكن عمرك نقلت خبر سمعته بس لأنه عجبك من غير ما تتأكد هو حقيقي ولا لأ؟ لو أي إجابة كانت عندك بقعة عامية في تفكيرك، وده طبيعي جدا. تعالى نكتشف مع بعض البقع دي. أول واحدة هي إدمان العادة. احنا بنعيش 80% من حياتنا على الأوتوبايلوت، بنكرر نفس القرارات بدون تفكير لمجرد اننا متعودين عليها. تاني واحدة هي الخوف من الجهل. بنحس اننا لازم نكون عارفين كل حاجة حتى لو معرفناش، فبنتظاهر بالمعرفة. تالت واحدة هي القفز للاستنتاج. بنسمع أول كلمتين ونقرر من غير ما نستنى نفهم باقي القصة، ودي كارثة لو بتاخد قراراتك المصيرية بالطريقة دي. رابع واحدة تحيزاتنا الشخصية. بنشوف العالم من الفلتر بتاعنا، لو حاجة توافق قناعاتنا ومعتقداتنا بنصدقها، ولو ضدها بنرفضها حتى لو كانت حقيقية. خامس واحدة الحكم على الناس بسرعة.
مرة حد لفت انتباهي المقولة بتقول لما تشاور على القمر بعض الناس هيقفوا يبصوا لصباعك بس. يعني ممكن حد يمسك في تفصيلة واحدة من كلامك وينسى الفكرة الرئيسية. الفكرة هنا مش ان دماغك بتخونك او انك لازم تكون معصوم من الخطأ، بس على الأقل خد لحظة راجع أفكارك واسأل نفسك أنا فعلا شايف الصورة كاملة ولا ببص من البقعة العمياء اللي في دماغي. كتير بنشغل نفسنا بتطوير شكلنا الخارجي، بنتمرن، بنهتم بلبسنا ببشرتنا، بس السؤال هو احنا بنعمل كده ليه؟ عشان نبقى في أحسن صورة صح؟ طب ليه مش بنعمل نفس المجهود مع عقلنا؟ ليه مش بنتمرن عليه زي ما بنتمرن على جسمنا؟ الكتاب بيبدأ يدينا شوية تمارين نمرن بيها عقلنا زي ما بنمرن بيها عضلاتنا اللي في جسمنا بالظبط. بيتعامل مع العقل كأنه عضلة، وفي شوية خطوات لو عملناها بنبدأ نكتسب شوية ذكاء. حتى لو احنا مش عندنا التصرفات دي بالفطرة، مع التعود وكتر التمارين على عضلة المخ بنبدأ ان احنا نكتسبها. أول واحدة راقب الناس الذكية وتعلم منهم، وراقب برضو الناس الغبية وشوف ازاي تقدر تتجنب نفس الأخطاء، وافتكر ان الأذكياء ممكن يغلطوا مرة لكن الغلطة التانية اختيار مش صدفة. قلل وجودك وسط السطحية، لو وقتك بيضيع في سوشيال ميديا فارغة جرب بدلها تقرأ كتاب، تقعد مع نفسك شوية وتحاول تفهمك أكتر، أو حتى تتعلم حاجة جديدة. فكر، حلل، انتقد، متاخدش كل حاجة زي ما هي. العقل اللي بينمو هو دايما بيسأل ليه وازاي. البني آدم لو مش ممحور حياته حوالين سؤال ليه أو كونسبت الواي، فصدقني هدفك عمره ما هيبقى واضح. ولو تلاحظ هتلاقي ان الشخص اللي بيبيع حاجة وناجح في شغله وبيعرف يبيع صح، سواء بقى بيبيع لك فكرة او بيبيع لك منتج، بيركز قوي على فكرة ليه انت تشتري منتجنا او ليه انت تشتري فكرتنا. بيركز على سؤال ليه بنسبة لا تقل عن 90%. النظرية ببساطة وسع دايرتك الفكرية، قابل ناس مختلفة، اسمع وجهات نظر تانية، جرب تتعلم لغة جديدة، لأن لما تفهم طريقة تفكير غيرك مخك هيتبرمج على التفكير بمرونة وذكاء. ما تكتفيش بنص الحقيقة، دور على الصورة كاملة. مش كل حاجة بتسمعها أو بتشوفها بتكون صح، خليك واعي إن إدراكك للحقيقة دايما ناقص. استمر في البحث والسؤال. الذكاء أسلوب حياة وطريقتك في التعامل مع كل تفصيلة صغيرة في يوم. كل يوم عندك فرصة إما تخليه أقوى أو تسيبه يضعف، الخيار ليك. خليني احكي لكم شوية قصص كده تحفزنا وتدينا دفعة، لان القصص بتوصل لنا الافكار بطريقة اسهل وامتع من اي نصيحة مباشرة. ولو عايز تأثر في حد احكي له قصة، لان ساعتها هياخد المعنى من غير ما يحس انه بياخد درس نظر. اول واحدة عندنا هي قصة عازف الكمان. ده مثل حي على انك ما تستسلمش ابدا. الراجل داخل يمتحن قدام لجنة موسيقية كبيرة، يعني الموقف لوحده مرعب. بدأ يعزف وكل حاجة ماشية تمام، وفجأة واحد من الأوتار اتقطع. تخيلوا الموقف، الامتحان قدام لجنة كبيرة جدا وما ينفعش حتى يتعاد، لكنه كمل ولا كأن في حاجة حصلت. وبعدها الوتر التاني اتقطع وبرضه مكمل، وبعدها التالت كمان اتقطع، ما بقاش عنده غير وتر واحد بس، ومع ذلك كمل للنهاية وعزف المقطوعة كلها. النتيجة اللجنة اديته درجات كاملة، مش بس على العزف لكن على الثقة والإصرار اللي عنده. الفكرة هنا ان مهما الدنيا قفلت في وشك كمل، حتى لو مفضلكش غير وتر واحد استخدمه. ندخل على قصة المزارع اللي ساب بلده وباع كل حاجة وراح جنوب افريقيا عشان يشتري ارض يحولها لمزرعة ضخمة. كان عنده حلم كبير، بس الصدمة انه لما وصل اكتشف ان الارض دي سيئة جدا وما فيهاش اي حاجة تنفع للزراعة غير انها مليانة عقارب وافاعي سامة. اي حد كان ممكن يحس انه ضاع وان كل حاجة راحت عليه، لكنه قرر يفكر بطريقة مختلفة. بدل ما يندب حظه قال طب ما استغل اللي عندي. بدأ يربي الأفاعي ويستخرج منها مضادات للسموم، والنهاردة المكان اللي كان فاكره مصيبة بقى أكبر مزرعة لإنتاج اللقاحات ضد السموم في العالم. الفكرة هنا بدل ما تقعد تقول ليه الدنيا عملت فيا كده، اسأل طب ممكن أعمل إيه باللي عندي. بص لنص الكوباية المليان وقول أنا استفدت بإيه من اللي حصل. أما في العلاقات والتعامل مع الناس، فخليني أحكي لكم عن زوجة المزارع اللي كانت واقفة في المطبخ بتبص على جوزها وولادها وهما بيحاولوا يجروا الطور عشان يدخلوه الحظيرة. بس الطور ده كان واقف ومفيش فايدة، بيحاولوا يشدوه وهو عنيد مش بيتحرك.
الست بهدوء كده مسكت حزمة البرسيم وراحت ماشية قدام الطور اتحرك وراها بكل بساطة. الفكرة بدل ما تضغط على الناس وتشدهم بالعافية، جرب تجذبهم باللي هم عايزينه. شوف ايه الحاجة اللي تخليهم يتحركوا بإرادتهم. كنت في ايفنت من فترة، والدكتور اللي كان بيدينا الندوة أول ما دخل هو سأل سؤال واحد بس: لو انت جايلي علشان أعينك، ايه اللي يخليني أعينك؟ ناس ردت وقالت انهم بالكفاءة المطلوبة، وانهم محققين حاجات كويسة، وان الCV كذا وكذا. كل مرة كان بيرد على حد فيهم يقول لهم طب ما هو فيه الأحسن، فيه اللي عنده ده كله، فيه اللي عنده الإمكانيات دي كلها. لحد ما واحد رد وقال له هعمل لك اللي انت عايزه. هو ما كانش عايز إجابة أكتر من كده، ما كانش عايز أكتر من ان الناس تبطل تبص على نفسهم وإمكانياتهم، ويبصوا هما مطلوب منهم ايه، مش هما بيدوا ايه. وتقريبا دي أكتر فكرة منطقية شفتها تخص العلاقات بين الناس، ان دايما احنا بنبص احنا بندي ايه، وقليل قوي مننا اللي بيركز اللي قدامه محتاج ايه. خلينا نشوف القصة اللي بعدها، وهي بتاعت الست العجوزة اللي كانت عندها حديقة جميلة جدا، بس صبيان الحارة ما كانوش سايبينها في حالها. كل يوم يخش يلعبوا فيها ويبوظوا كل حاجة. جربت تهددهم وتصرخ، حتى اشتكت للبوليس ومفيش فايدة. بعدين فكرت بطريقة مختلفة، أخدت ولد مشاغب فيهم، وبدل ما تعاقبه قالت له أنا اخترتك تكون القائد المسؤول عن الحديقة. الولد أخد الموضوع بجدية، ومن يومها مش بس هو بطل يخرب، ده كمان منع الباقيين. الفكرة لما تدي حد إحساس بالقيمة والمسؤولية ممكن يتحول من مشكلة لحل. وآخر قصة بقى، ودي ضحكتني بصراحة، عن الست اللي كانت بتطبخ السمك بطريقة غريبة. كل مرة تقطع الراس والديل قبل ما تقليه، ولما سألوها ليه قالت مش عارفة، أمي كانت بتعمل كده. راحت تسأل أمها برضو معرفتش، وقالت لها جدتك كانت بتعمل كده. لما سألوا الجدة طلعت المفاجأة، وقالت لهم إن زمان كانوا فقراء وما كانش عندهم قلاية كبيرة، فكانت بتضطر تقطع راس السمكة وديلها عشان السمكة تعرف تتحط في القلاية دي. شوفوا بقى، جيل ورا جيل بيكرر نفس الحاجة من غير ما يسأل ليه. الفكرة هنا مش كل حاجة بنعملها صح لمجرد اننا اتعودنا عليها، لازم نسأل ونفكر ونشوف لو في طريقة احسن. في الكتاب ذكر الكاتب موقف ليه بيعلمنا درس مهم قوي، بس تعالوا احكي لكم الموقف الاول. بيقول انه في سن 22 سنة اتعلم درس مهم جدا في موضوع النجاح. وقتها قرر انه يراسل الصحف والمجلات على امل يكتب في واحدة منهم، وعشان يعجب رؤساء التحرير قرر يكتب 20 مقال ويقدمهم في ملف واحد. وكان متأكد انه هيقدر يكتب 20 مقال دول في 4 ايام، لكن في الواقع ما كتبش منهم غير 15 وبعد 6 اسابيع. والسبب ببساطة انه كان متحمس زيادة عن اللزوم، واتغر انه ممكن يكتب الكمية دي في وقت قصير، خصوصا ان المقالات دي زي الابحاث الصغيرة. ومن ساعتها اكتشف ان النجاح مش بالكمية، النجاح هو الاستمرارية. النجاح مش انك تحقق هدفك الكبير على طول، بل هو انك تبني عادة يومية صغيرة وتستمر فيها. وبدل ما شغل دماغه انه يكتب 20 مقال في فترة قصيرة، قرر يبدأ عادة يومية، مقال واحد بس في اليوم. ويقول ان النهاردة لما بشوف الارشيف بتاعي بكتشف اني كتبت اكتر من 8000 مقال، وانا اللي كنت بقول مستحيل اكتب في اليوم. ودي فكرة بسيطة جدا بتوريك قد ايه العادات اليومية مهمة. خلينا اديك امثلة. بدل ما تشيل هم انك تخس 30 كيلو في شهرين، خلي هدفك انك تبدأ يومك ب10 دقايق رياضة بس. بدل ما تشيل هم انك تتعلم لغة جديدة، خلي هدفك انك تحفظ 5 كلمات يوميا بس. وبدل ما تفكر في حفظ القرآن كامل، خلي هدفك انك تراجع نص صفحة في اليوم. وبدل ما تشيل هم انك تبني ثروة كبيرة، خلي هدفك انك تحسن شغلك كل يوم وتطور فيه. ولو طبقت العادات دي بعد سنة او سنتين، هتلاقي نفسك حققت اكتر من اللي كنت متخيله بكتير. مثلا لو خصصت ساعة في اليوم ل4 حاجات: ربع ساعة حفظ القرآن، وربع ساعة رياضة، ربع ساعة حفظ كلمات باللغة اللي انت حاببها، بعد كام سنة هتلاقي نفسك حافظ القرآن، جسمك بقى قوي، وتتكلم مثلا لغتين بكل سهولة، وده ما خدش منك غير ساعة في اليوم. الفكرة باختصار، النجاح مش في الكم، النجاح في الاستمرارية. الإنجازات الكبيرة مش محتاجة مجهود ضخم، هي بس محتاجة عادة يومية. في قاعدة نفسية بتقول الشيء بيبقى ساكن لحد ما تفكر فيه. في الحقيقة ده حقيقي في حياتنا بشكل غريب وغير مباشر. يعني كل ما كنت واثق انك هتفوز، هتلاقي كل الظروف حواليك بتتكاتف عشان تحقق ده. لكن لو كنت دايما شايف انك مش هتقدر او انك مش ناجح،
هتلاقي نفسك بتواجه عقبات وحواجز مش متوقعة. لما تدرس سير الناجحين هتلاقي انهم مش بالضرورة كانوا متفوقين في الدراسة او عندهم تعليم مميز، ولكن كان عندهم تفاؤل وإيمان قوي بانهم هينجحوا. انا متأكدة انك مريت بمواقف في حياتك لما كنت واثق في نفسك لقيت نتائج حلوة قوي، ولما ما كنتش واثق النتيجة كانت عكسية. بعلم النفس العصبي في حاجة اسمها قانون الجذب، واللي بيقول اننا بنجذب لنا الظروف والاشخاص والاحداث اللي بتتناسب مع تفكيرنا. وبالذات في البرمجة اللغوية العصبية لو قررت جملة ايجابية ومتفائلة هتلاحظ ان الظروف بتتغير حواليك بطريقة غريبة. اكيد الاجتهاد مهم، ولما يكون عندك هدف واضح ده بيساعد كتير، لكن خليك فاكر مستوى التفاؤل والايمان بنجاحك ليه تأثير قوي برضه. الشخص اللي عنده ثقة في نفسه مهما كانت الظروف هيلاقي نفسه بينجح. تخيل نفسك زي مغناطيس ضخم دايما بتجذب الاحتمالات الجميلة والحاجات اللي انت متوقعها. اخر فكرة من الكتاب هنتكلم عنها النهاردة وهي تقنيات الحظ السعيد. هل بتؤمن بالحظ؟ او يعني زي ما الكتاب كان بيقول في ناس فعلا بتتولد معاها معلقة من دهب، ولا في ناس تانية عندهم معلقة من خشب؟ الكاتب بيقول ان هو شخصيا بيؤمن بالحظ، بس مش بس من باب الأقدار المكتوبة لينا، لا، في كمان جزء كبير من الحظ بنقدر نخلقه بنفسنا. يعني مش كل حاجة بتعتمد على الحظ اللي فينا، في حاجات تانية ممكن نعملها عشان نرفع فرصنا ونكون محظوظين أكتر. في عالم نفس اسمه ريتشارد ايزمان درس فكرة الحظ واستجوب 400 شخص معروفين بين الناس انهم دايما محظوظين، وبعد ما درسهم بسنين طويلة وصل لنتيجة بسيطة لكن مهمة. الحظ مش مجرد شيء بيجي من غير ما نتوقعه، ده كمان ممكن نخلقه بعقليتنا وطريقة تفكيرنا. في كتابه عامل الحظ ومبادئه الأربعة كتب عن 4 حاجات ممكن نعملها عشان نرفع فرصنا في الحظ. الكتاب هنا بيعرضهم لنا بشكل بجد سلس قوي، ومحتاجين نركز فيه واحدة واحدة عشان نطلع بأكبر استفادة. أول واحدة وهي مهاراتك في خلق الفرص. المحظوظين مش قاعدين مستنيين الفرصة تجيهم من السما، لا، هما دايما بيخلقوا فرص جديدة لنفسهم. يعني هما بيفتحوا عيونهم دايما على كل حاجة حواليهم، بيدوروا على الناس اللي ممكن يساعدوهم، وبيتعلموا مهارات جديدة. وكل ما زاد عدد الناس اللي تعرفهم زادت فرصهم في الحظ اللي بيجي ليهم. تاني حاجة عندنا التفكير الإيجابي. المحظوظين مش بيخلوا الفشل يكسرهم، عندهم دايما إيمان إن الحاجة الحلوة جاية حتى لو مروا بمواقف صعبة. هما دايما متفائلين، وده اللي بيخليهم دايما يتحركوا لقدام ويحققوا أهدافهم. تالت حاجة عندنا وهي عدم التأثر بالمصائب. لما المحظوظ يواجه مشكلة مش بيقف عندها ويخليها تحكم عليه، هو بيمشي لقدام عارف ان الحياة فيها فرص تانية، وده بيخليه دايما في حالة من التحسن، مش قاعد مستني الحظ يجيله، لا، ده هو بيشتغل عليه بنفسه. ورابع حاجة الاعتقاد انه محظوظ. المحظوظين عندهم قناعة انهم فعلا محظوظين، مش بيعتمدوا على الحظ بالصدفة. هم عارفين ان الحظ مش حاجة بتجيهم لوحدها، لكن الحظ جزء من الطريقة اللي بيشوفوا بيها الدنيا وبيتصرفوا فيها. يعني ببساطة الحظ مش بس بيجي من السما لما تكون مستعد ولما يكون عندك استعداد تتعلم وتاخد الفرص، الحظ بيكون جنبك دايما. والمحظوظ مش بيستنى الفرصة الجاية، هو دايما بيخلقها لنفسه. في الآخر المحظوظ مش بيعيش حياته على فكرة انه مستني الحظ يجي، هو ببساطة بيشتغل على نفسه، بيطور من مهاراته، وبيفتح قلبه وعقله لكل فرصة جديدة، وده بيديله فرص أكتر في الحياة. النظرية باختصار، الحظ جزء منه مكتوب، لكن الجزء الأكبر من صنع إيدينا. المحظوظين بيخلقوا الفرص ليهم، مش بيستنوها تيجي لوحدها. واللي بيميز المحظوظين إنهم بيشوفوا الفرص حتى لو في أصعب اللحظات، ودايما عندهم قناعة إن الأفضل لسه جاي. ودي كانت أفكار الكتاب النهاردة. عايزك تبص لكل جانب في حياتك من منظور مختلف المرة دي، وتعيد التفكير في كل حاجة تاني، والأهم تسأل نفسك ليه على كل حاجة.